هذا في جزء الأسباب هما حقوق الإنسان. أنا نادي الحسن الثاني عيط لي وقال لي شبيكم من حقوق الإنسان بس إذا نقول كان عرفتي شحال الألف ديال الخريجين اليوم الرقم نعطيكم ماشي هذا في هذه الساعة في فرنسا في السينارات دابا كاين أكثر من 3200 ناس من المغرب اللي خدامين في السينارات. لو سونتر ناسيونال دو ريشيرش سيانتيفيك كان واحد سمعتي شوف إذا كبتي وهذا كل شيء نمرتي وقسما بالله وكانوا حاضرين 30 واحد وهابطين باب فيتال وما نقولش شكون اللي كان الوزير الأول والناس دايرين به قالها بالفرنسية قال له مهدي ما تظني موفيز كونسيونس دو ميتر لو باكي دون لا ريشيرش سيانتيفيك. فهمتي؟ قلت له هذا علاش حقوق الإنسان لأن ما تقدرش اللي يقرا تربية ديال 3 سنين إلا بغيتي تخلقها تتغوت. إذا القضية الأولى هي تعطي الإمكانيات لشي واحد يطبق داك الشيء اللي تعلم واعطيه الوسائل الحد الأدنى منه. الأستاذ تيهضر له على كذا ملي تيجي المختبر تيصبر داك الآلة ما كايناش لا الميزانية ما خرجتناش لا راه في الديوانة عبين من بعد غتوصل. فهمتي؟ هذا مثال يومي ما نقدرش نلوم الأستاذ ما نقدرش ندير المدير ديال المدرسة ما نقدرش نلوم كذا شي مثال هذا باش قلت داك الدراسة عام 68 تكررت غير بعض الأرقام تكون في بالكم على عرفتي إلا خديتي كل واحد من ذاك المغاربة اللي في السينارات تقام مع الدولة 150,000 دولار. 150,000 دولار هي 150,000 درهم. نعم ما اسمح لي 1,500,000 درهم 1,500,000 درهم. دابا شحال هاد فرنسا تجيب لنا مهندسين ديال الدرجة الخامسة وتاخذ منا كذا والأرقام الله يخليك حتى داخل الأرقام الرسمية الثلثين في المهندسين اللي كيتخرجوا في المغرب تيمشيو. أنا دابا كان عندي الأورديناتور وصل دابا أكثر من 50,000 إيميل في 30 عام اللي على برا تيقول لي أستاذ تخرج من شيكاغو تخرج من تيكملي تخرج من المريخ تخرج من هذا عندي دابا عندي إمكانيات هنا نبقى نخدم ولا ندخل ولدي بنتي يدخلوا لبلادكم إلا بقيتوا 20 عام وأنا هكذا. اليوم عندي جواب واحد خليكم فين ما غادي يمكن لكم تدوروا تيفانويسمون كيكونت الإنسان تعيش مرة واحدة في حياته. إلا حسيتي براسك تقدر تطبق اللي عندك أنت شاعر يقول لك لا تكتب لي الشعر هذه الجيبية ملحد الموسيقى يقول لك لا تلحد ما عجبنيش ما دايش أنا بهادشي هذا. إذا هذيك الإشكالية ديال هجرة الأدمغة زولوا من بالكم لأن علاش أنا عندي من ديفينيسيون ديال ما هو التخلف. مرة درت عقلت عليها كانت فرنساوية كتاب مؤتمر كان ديال المدير رؤساء الجامعات العالمية في جنوب افريقيا. هذاك منين دخلت المغرب كان الحسن الثاني عيطلي قال لي الله يخليك كنت رئيس جامعة المغرب ما قبلتيش 11 الوزارة هذا شغل. قلت له واخا باش تعطيني الوقت وجيت التاريخ عطيته طلب 2 شروط: الاستقلال الذاتي القانوني ما يدخليش بوليسي في الكامبس. ثاني القرارات تاخذ من طرف المسؤولين في المجلس منتخب من طرف الأساتذة والطلبة. ثالثا الحرية في الميزانية من تقرر ما يجينيش امشي في فكسداني يقول لي هادو في صورة باش شريتي و3 كيلو ديال الكاريت ما دايزاش تعطيني نسخة منها ولا دوت لي فلان ولا فلان باش نقدر ندور معاه عادي يسرح يخلط الكاريت. سي بور سا وما قلتهاش وعقدت 3 الاجتماع حتى واحد داير واحد الوزير فيها خليه يجرب فيه والله يبان شي واحد القضيه اللي تطلب والله هذا اللي طالب رجعت عليه تسلم يا الله. جاب على المهندسين هذا 10,000 ولا 5,000 ولا كذا